بقول لكم يا جدعان، انا عايز فريق زي اللي بيلبس احمر ده والله بجد، بس يكون لابس تيشيرت ابيض وبخط حمر. والله ما صعبه، سهله اهي. سهل. وكمان عايز بطوله من اللي عليها كوره. ايوه، هي من اللي عليها كوره دي والله بجد. صعبه. طيب يعني هي مستحيله، يعني هي بتيجي عندنا وبتقف ليه؟ ما نفسي افهم يعني. طب سؤال بيطرح بلح، مش دي احسن من التاسعة؟ والله بكلمكم بجد بقى. يعني سؤال بيطرح بلح، مش ال11 احسن من التاسعة؟ اه صح. اه وبالامارة حتى الولع عبد المنعم جابوا الكرة بيو، جابوا الجون والله جامد. احسن من بتاع قفشه، صح؟ اسمع مني، احسن من بتاع قفشه. ليه بقى؟ جماهير نادي الاهلي سابت ده كله وداخلين لي على الخاص بيقول لي تصدق يا اصلي البطوله دي التاسعه احلى منها. يا جدع اتقي الله بقى، اتقي الله. ولسه من يومين ثلاثه، يوم الجمعه اللي فاتت، لقيت واحد بيقول لي بقول لك يا اصلي يا الجمعه الكام دي؟ يا عم خلاص بقى مفضينا. ما انتوا خدتوا العشرة، احتفلوا بالعشرة بقى. خدتوا ال11، احتفلوا بال11. جايين تحتفلوا بالتاسعه في الاكونت بتاعي ليه؟ جايين تحتفلوا بالتاسعه في البيدج. طب ليه يا جدعان؟ وانا زعلتكم في حاجه؟ وعلى القناه برضو لقيت ناس داخله تحتفل بالتاسعه. ما خلصنا في ايه؟ الجمعه بقى الجايه، الجمعه الاولى لل11 والله جميله سهله. يعني عندك عبد المنعم جايب جون بيو، خلصت. حلو. عندك قفشه يعني عامل ماتش كويس، عندك اللعيبه عامل ماتش كويس. خلاص بقى سيبوكم التاسعه بقى، حلوها، سيبوها والله بكلمكم بجد. ما خلاص بقى خلصنا. عندك مارسيل كولر، كنا ارتحنا من موسيماني، لا ده انا جاي لك. عندك موسيماني، كنا قلنا بقى خلاص ياه ارتحنا بقى بالايام بتاعته، والدنيا خلاص عدت والحياه بقت حلو. بنبص لقينا بقى لا. انتوا ارتحتوا من موسيماني، لكن انا جاي لكم كولر جه. طب سؤال بيطرح بلح، سؤال تاني بقى خالص بيطرح بلح. كولر، ركز معاه في الكوبليه اللي جاي عشان مهم. كولر شعوره ايه وهو بياخد البطولة الرابعة؟ يعني خد 2 سوبر، وخد الكاس، وخد دوري ابطال افريقيا، دي الكرزاية بتاعت البطولات اللي هو خدها، ومتصدر الدوري، واحنا في المركز السادس. انت شعورك ايه؟ يعني انت ايه شعورك كأهلاوي لما انت خدت 4 بطولات في خلال شهرين ولا 3 شهور؟ في ايه؟ يعني مش ما ملتش؟ ما زهقتش؟ يعني خلاص بقى فرحت وانبسطت، ولكن عقليه النادي الاهلي ده، انا يا جدع انت لدرجه واحد داخل لي في البيج وكاتب لي كومنت بيقول لي بقول لك يا اصلي عقبال ال 12. يا سيدي انت لسه واخد ال 11، طول بالك. يعني طول بالك، ما تخشش تضغطنا انا بقى، ما تخشش تجيب لي الضغط والسكر بقى انت تخلينا في اللي احنا فيه. سؤال ثالث او رابع او ايا كان السؤال بيطرح بلح. حلو. ما هو شعور الزملكاوي اللي كان بيقول وداد؟ يا ابني مش قلت لك نستغل قدراتنا بقى؟ طب نتعلم الدرس. كولر شفناه اتعلم الدرس وخلاص عدت، فاهمني؟ عدى الدرس. الغلطات اللي غلطها سواء ال5 او الغلطات اللي غلطها في مشواره في بطولة دوري ابطال افريقيا عالجها. احنا بقى مش ناويين نعالج اخطائنا بقى؟ يعني كمشجعين سيبك من الفنيين بقى والحاجات الجميله ده، وسيبك من اسوريو، انا جاي له جاي له في الفيديو، جاي له قدام شويه. ولكن مش ناويين نغير بقى؟ مش ناويين نحدث نعمل ابديت؟ مش ناويين لعيبه نادي الزمالك تشد الفيشه وتحطها تاني؟ يعني مش ناويين نعالج اخطائنا الاداريه والفنيه والكوارث الاداريه والفنيه؟ كولر يعني حاجه يعني. انت راجل كسبان هنا 2-1 والنتيجه كانت مقلقه. حلو. حلو. المفروض والورد والطبيعي انك تروح قلقان، سواء من الجماهير او من اللي هيحصل من التحكيم هناك، وعندك ملاك ديسمبر قاعد لك بالصفاره ومستنيك. حلو. المفروض تبقى رايح مقلق، ولكن كولر والشناوي مسكوا الصحفيين هناك ململوهم. النادي الاهلي مسك التاريخ ململه. عندنا بقى اسوريو، ايه الدنيا؟ يعني مش ناويين نتعلم؟ مش ناويين نجيب مدير فني عقر يعرف يجيبها من لغلاغها كده زي ما كولر عمل؟ مش ناويين نجيب مدير فني يعمل على اصلاح؟ واحد هيقول لي بقول لك يا اصلي الاخطاء مش فنيه، الاخطاء اداريه. يا عم انا معاك،
ولكن انت عاجبك ان في مدير فني محترم بيلعب في دوري مصري. دوري مصري، لك ان تتخيل ان مدير فني بيلعب في دوري مصري ينفع؟ ده عيب ولا مش عيب؟ يعني سؤال بيطرح بلح، عيب ولا مش عيب؟ ها؟ عندك علي معلول، الصحفيين حاولوا يضغطوا عليه ويضغطوا على مارسيل كولر انه يقول اخطأنا ولا ما اخطأناش، ولكن صحفي ذكي بيسأل سؤال ثعباني، بيقول لك يا كولر، دلوقتي علي معلول عمل خطأ كارثي. قال له بقول لك ايه، في اخطاء كارثيه حصلت من فريق الوداد، عايزني اعدهم لك ولكن مش وقته. وده سؤال ثعباني، ولكن مارسيل كولر بدل ما يجيب الضغط على علي معلول جاب لهم السكر في كازابلانكا. اسمع مني، ما هو ده ذكاء مدير فني بيعرف يتصرف في المواقف اللي زي كده. صحفيين بيلعبوا خارج الملعب، وعندك مدير فني بيلعب خارج الملعب، ولكن مارسيل كولر بدل ما يجيب الضغط على نفسه وعلى لعيبته جاب لهم هم الضغط وجاب لهم السكر وجلطهم في السؤال. يعني يا ريته ما سأل. ده فرق العقلية بين موسيماني، برغم ان هو عمل تاريخ مع النادي الاهلي. ده الفرق بين موسيماني وكولر. موسيماني كان اقل سؤال بيستفزه وبينرفزه في المؤتمر الصحفي، ولكن كولر لا، كولر ذكي، كولر عنده ثقة في نفسه، كولر عنده ثقة في فريقه. لعيبة فعلا مهكرة اللعبة. ما هو لما نطلع نقول ان لعيبة النادي الاهلي مهكرة اللعبة، ما هو ده مش من فراغ. لعيبة ماسكالك الدوري مململاه، لعيبة ماسكالك فرق دوري ابطال افريقيا مململاها، لعيبه ماسكالك الفرق في الدوري المصري بالثلاثات مململاها، لعيبه ماسكالك البطولات كده. كاتب التاريخ ايده وجعته. اسمع مني، كاتب التاريخ ايده وجعته، ريحوا شويه بقى، انبطوا شويه. طب بقول لكم على حاجه، ما نيجي نتفاوض. والله نتفاوض عادي، والله تبقى راحه جايه، انت بطوله وانا بطوله وكلها تبقى ماشيه، مش كله ليك، مش واخد الاخضر واليابس، عادي يعني، راحه جايه راحه. هنيجي بقى لاخر نقطه معانا، وهو مجرد خبر حابب اوضحه ليكم. فاكرين احد مشجعين نادي الزمالك اللي كان واقف على باب المطار وعمال يقول وداد هنكسب، وداد ترجي؟ لعيبه النادي الاهلي استقبلته في المطار ولحسن الصدف قابلوه في المطار وهم جايين. مسكوه بقى، لفوا حوالينه في المطار كله، وعمالين يرقصوا حواليه، وعمالين ماسكين الكاس، وعمالين ايه، رايحين جايين. هو قاعد يعني على الشنط بتاعته، وهم عمالين يلفوا حواليه. تعلب فات وبديله وتعب على فات، انت اللي عملته في نفسك. ما احنا قلنا نستغل بقى الحكايه ديت، قلنا نستغل قدراتنا صح. احنا يعني عايز اقول لك ان احنا ايه، الماده الخام للنحس. جمهور نادي الزمالك الماده الخام للنحس، فبالتالي احنا نعمل ايه؟ نستغل بقى ده، نستغل النقطه دي صح بقى. ولكن صدفه جميله قوي فبالتالي لعيبه النادي الاهلي استقبلوه احلى استقبال واحلى صدفه في الدنيا، ويا محاسن الصدف. كده نكون وصلنا نهايه كلامنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولقى الله يا زمالك. سلام.